السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. عايز أقول لك حاجة، أنا زملكاوي، أخوك زملكاوي، طلع أتكلم النهاردة على ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز، عارف يعني إيه ماتش بيراميدز؟ الماتش بتاع النهاردة يا صاحبي يثبت لك إيه اللي النادي الأهلي فشتك. كلمة دغري مني ليك بقى، عايز تطلع من الفيديو اطلع، مش عايز تطلع ما تطلعش. ليه؟ عشان أفهمك إن النادي الأهلي فشتك. ليه بقى فشتك؟ النادي الأهلي عايز اقول لك عامل فرقه بمليارات، مش هقول لك بقى بكام مليون ولا 600 مليون، بمليارات. منهم لسه 500 مليون لاخوك تريزيجيه، وقول زيزو وتريزيجيه يا عم مليار. حبيني كده. تمام. بالباقي بقى اللي في الملعب ده كله اللي رايح كاس العالم بالاسلوب اللي احنا شفناه قدام بيراميدز، حكشه. هقول لك ايه اكتر من كده؟ حكشه. هتقول لي اداء بيراميدز تقيل، تقيل على الاهلي، على الاهلي، تقيل على الاهلي. عارف يعني ايه تقيل على الاهلي؟ يعني الاهلي بعد كده لو سمحت، يعني قبل ما تلعب بيراميدز قدامنا لعبوا ماتش ودي في المجداري، شوف مستواك لبيراميدز ايه ولعبه. هتقول لي يا طب ما بيراميدز مش هيلاك ثلاثه، انا بقول لك بيراميدز تقيل، تقيل عليك. السكواد بتاعهم بقاله كام سنه هو. انت عمال تغير وتجيب زيزو وتجيب مش عارفه مين وتجيب بن شرقي. مين بن شرقي؟ انا النهارده شفت بن شرقي، بن شرقي جاي يعمل سبوبه على قفا النادي الاهلي. هات القرشين، ارحب يا اخي، حطهم في جيبك، انزل اتمشى في الملعب. في الدقيقه 60 لقيت بن شرقي طالع. ايه ده؟ هو بن شرقي كان بيلعب؟ والله اتفاجئت لان انا ما شفتش التشكيله. امام عاشور كله يقول لك ايه؟ امام عاشور ملوش حل، امام عاشور هو اللي شايل الفرقه. شايل فرقه ايه؟ شايل فرقه ايه؟ هم كلهم الفرقه اللي بفلوس. ده انت بتطلع لاعب بتنزل لاعب اجمد منه، دكه عندك الله اكبر، دكه ومستوى نيله. انت هتروح تلعب انتر ميامي هتلعبك بالستارزات، يعني اللعيبه هتبقى قاعده بره وحاطه الستارزات تلعبك. ليه؟ لان انت مفيش هويه، مفيش فرقه كوره مع النجوم اللي انت جايبها دي كلها. فشتك على الله حكايتك. النادي الاهلي هقول لك ايه؟ انا مش عارف اتكلم من الماتش وحلاوه الماتش ومتعه الماتش وفرحتي اللي انا شفت ماتش بيراميدز والاهلي. الاهلي بيتعادل مع بيراميدز في الدقيقة 95، وبيراميدز من الدقيقة 60 مطرود منها واحد. يعني الاهلي بيلاعب بيراميدز بتسع لعيبة، وبيراميدز هي اللي بتجيب الهدف وكانت هتجيب التاني. لكن الاهلي قال لك انا عايز حكام اجانب. ليه؟ عشان خاطر الطرد مش مستحق. فما نهوشوش على نفسنا، لا الطرد مش مستحق. عامة الحكم ده احنا عارفين وكل الصفح منزلة عليه، وهعرض لكم في صور يعني ان الحكم ده مرتشي. الحكم ده بيبوظ المطوشة للي هو عايز يكسبهم. فالاهلي عايز حكام اجانب عشان يحصل معاهم اللي حصل معاهم. فاكر ضربة الجزاء بتاعت حسين الشحات بتاعت ايا بطني؟ فاكرها؟ داس على بطن الورا بالستارز اللي بيعور وهو اللي اخد ضربة جزاء. فده النادي الاهلي يا جدعان، ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما كانش بيلعب ابراهيم عادل، ما كانش بيلعب رمضان صبحي. تخيل بقى اتنين حراقين جامدين، انت مش عارف تجيب ابراهيم عادل وكان هيلعبك وكان هيبهدلك. الجون اللي دخل فيك مزيكا، دفاعك شوربه، نص ملعب على الله. يعني لما عمل تبديلات الفرقه الجامده بدأ يكسب. فتخيل النادي الاهلي بقى لو جاب زيزو، جاب كله بيفهم كله بيلعب، والله ولا هويه مش هيبقى موجود. ليه؟ كل لاعب جاي انا اخد مليارات، لا انا ما اجريش على الكوره، وزيل انت الكوره، انا مش عايز الكوره. ده النادي الاهلي واللي هيحصل في النادي الاهلي. رامي ربيعه كان بياخد 25، دلوقتي بيقول لك انا عايز 50. ده اللي هيحصل في النادي الاهلي الايام اللي جايه. لعيبه قاعده بتعيط على الدكه، لعيبه الاهلي قاعده بتعيط على الدكه. ليه؟ عشان ده ماتش هيحسم الدوري ما بينك وما بينه، ونازل مش عارف تلعب. روح العب في الدوره الرمضانيه هتتهزق. انت فاهمني؟ فاهمني؟ النادي الاهلي لو راح لعب في دوره رمضانيه هيتهز. فالماتش النهارده كان تقيل على الاهلي، تقيل. الجمهور فرحان بالتعادل، بيهيج بالتعادل. يا جدع انت صارف مليارات يا بني ادم، يا بني ادم. انت اللعيبه اللي بتفرحك تجيب لك التعادل وهي مش عارفه تلعب،
لولا الحكم، عشان انت تخيل بتلعب بيراميدز بتسع لعيبه، يعني اللاعب مع بيراميدز في الماتش ده كان يفرق، كان يفرق جامد. بيراميدز عملت عليك ماتش ملوش حل، خليتك مفيش هويه، لان انت نازل خايف من بيراميدز، نازل خايف من بيراميدز، نازل خايف من بيراميدز. فرقتك اللي انت جايبها بمليارات نازله خايفه من بيراميدز، فابلع. فالتعادل بمكسب، تعادل بقى مش هنقول لك بس الزمالك زي ما بنقوله كده تعادل بطعم الفوز، لا هو تعادل بمكسب، مفيش طعم. انا وقعتك وانا اعلى منك. يجي بقى الزمالك حبيب قلبك يجي سايب الماتش البيراميدز، البس. بالفرقه دي انت هتتعادل. لو اي فرقه، لو انت ما اتدخلتش مع النوادي وقلت لهم يسيبوا لي المطوشه، تمام، انت كده حبيب قلبي. الزمالك هيسيب الماتش البيراميدز وانت تبلع. خلاص، فخلاصة الحوار الماتش ده جامد جدا وتقيل، وبيراميدز تقيلة، والاهلي 0/10 وبيراميدز 10/10. وانا كجمهور مبسوط. ليه؟ لان انا شفتك بتدفع فلوس عشان تعمل فرقة، ودي شكل الفرقة اللي رايحة كاس عالم. تقريبا الاهلي هيروح يلمع كاس العالم، يلمعه هو وفرقته ويرجع. فسلامات، سلامات، سلامات بجد. فاوعى تزعل من اللي بيحصل واللي النادي الاهلي بيعمله في نادي الزمالك، اوعى تزعل. نادي الزمالك عامل صدمة للنادي الاهلي من السوبر الافريقي. الاهلي مش عارف يفوق منها. الاهلي سايب النادي وسايب كولر وسايب الفرقة، وقاعد على مصطبة هو ونادي الزمالك. فالنادي الاهلي انا مبسوط ان النادي الاهلي مركز مع الزمالك بس. هيطلع بقى النادي الاهلي النهارده يقول لك ايش بكام بيراميدز، مش هتقدر. ده معاهم واحد لابس عباية بيضة ناصعة البياض، هيقول لك ارحب والله، ده ممكن يشتري اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. فبلاش تلعب بقى مع بيراميدز، فدور لك على، خليك مع الزمالك. الزمالك حلو، هقول لك اه على قد ايدك، اه على قد ايدك، معهوش فلوس زي ما انت، بس اما بيلعبك بيوجعك. فشيل الزمالك من دماغك، تمام، والعب. بلاش فتنه، الجماهير تحب بعض، اللعيبه تلعب، الدنيا تلعب. لكن الزمالك بيكسبني انا هشتري الزمالك، ايه يا جدع الجحد ده. اه، في نهاية الفيديو بعد اللي احنا فيه، عشان ما نطلعوش نكملوا برضك سهرتنا بفرحتنا على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. مبروك لنادي بيراميدز وهارد لك للنادي الاهلي. وارحب، ارحب وخلي فلوسك تأرحب. السلام عليكم.